لكنها ظلت طوال الوقت تناور، وهي تناور كانت تتحدث أيضا على ضرورة المضي قدما في خارطة الطريق. يعني منذ اللحظة الأولى كانت تتحدث عن المضي قدما في خارطة الطريق. هذا الحديث عن المضي قدما في خارطة الطريق هو اعتراف بشرعية هذا الانقلاب، لكن الحمد لله أنه المصريين لا يحتاجون إلى موافقة البيت الأبيض أو عدم موافقته، لسبب مهم جدا أن المصريين لا يزالون حتى الآن متمسكين بشرعية رئيسهم الذي جاء عبر صناديق الانتخاب. وكل يوم يعني أنت لديك ما يسمونه ثورة يوم 30 يونيو، ثورة استمرت 6 ساعات أنتجت كل هذا الذي وبس حدث. أحب أن أشير إلى هذه التويتة اللي كتبها أو يعني التدوينة عبر صفحته على فيسبوك الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية مستشار رئيس الجمهورية السابق. يعني هو سخر من احتفاء وسائل الإعلام المصرية بكلمة الرئيس أوباما، وقال في هذه التدوينة: يبدو أن أوباما وأخاه قد قررا تقديم استقالتهما من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أو أن التنظيم قد قرر فصلهما. يعني لا، ده واضح قوي أن أوباما وشقيقه قد خلعوا البيعة، لأنهم إذا كان إخوان فهم قد بايعوا. طيب أنا عايز أسمع معذرة، أنا هسألك بنفس السؤال اللي أثاره الدكتور سيف الدين عبد الفتاح في تدوينته عبر الفيسبوك. قال إن احتفاء إعلام الإنقلابيين بكلمة أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد وصلات الاستهجان من نفس الرجل قبل أيام قليلة تجعلك تتشكك في مصير مستقبل عضوية الأخوين في التنظيم. هنا أنا بسأل السؤال، هنا التناقض ما بين المدح والذم لموقف دولة واحدة، أيضا رفض التدخل في الشأن المصري مثلا حين تدخل الرئيس التونسي المرزوقي في أو أنه أشار إلى ضرورة الإفراج عن مرسي، الموافقة والتثمين والتثنية والثناء على موقف الإمارات والكويت بينما يرفضون موقف قطر. يعني هذا يعني كيف تصف هذه الصورة؟ ما فيش قواعد حاكمة، يعني ما فيش قواعد حاكمة لهؤلاء تستطيع انك انت يعني تناقشها او تفندها او ان تعيد فيها وتزيد. يعني منذ البداية نحن نعلم منذ 25 يناير ان الفلول اساسا لا يمكن ابدا ان يكونوا معنا في اي مكان. لما جرت الدعوة ل 30 يونيو كان كلام قائدهم احد قادة الداعين او من يتصور انه قائد، يعني انه علينا ان ننسى، لا يسأل احد من بجواره اذا كان فلولا او لا، مشكلتنا مع الاخوان المسلمين هي المشكلة الرئيسية، اما الفلول فمشكلة ثانوية. هذا لم يكن اساسا شعار ثورة 25 يناير. النقطة الاهم انه دول اساسا طوال الوقت هو يريد ان يشيطنك عندما يحملك الموقف الامريكي او يتعامل على ان امريكا معك، ثم في الوقت ذاته عندما تقف معهم امريكا بهذا القدر يصفقون ويتعاملون على انهم كانوا على حق تماما، كما يتعاملون الان على ان السيسي هو ايزنهاور وهو عبد الناصر وهو عبد الحليم حافظ وهو كل هؤلاء. الان يجري التعامل معه بهذا الشكل وانه زعيم الامه. وعبد الحكيم عامر يقول لك انه ابوه ما كانش ليه الا وريث واحد وخليفه واحد وابن واحد هو السيسي. وحمدين صباح يقول انه جبهة الانقاذ هتفكر في الترشيح من عدمه، الامر متوقف على انه السيسي هيترشح ولا لا، واصبح السيسي هو الملهم. هؤلاء ايضا هم انفسهم الذين قالوا عن السيسي قبل 30 يونيو انه اخوان مسلمين. يعني انا عايز اقول لك انك انت يعني تتحدث عن ناس لا يمارسون في واقع الامر السياسة باصول السياسة، انما انت تتحدث عن ناس واقفين في الشوارع. يعني هو يسب، يعني يقوم باستهجان موقفك ايا كان هذا الموقف، يرفض موقفك ايا كان هذا الموقف. يعني ثورة 25 يناير رفعت صورة عبد المجيد محمود النائب العام جنبا الى جنب مع حسني مبارك في كل تجلياتها. لما يجي الرئيس محمد مرسي يشيل عبد المجيد محمود يقول لك لا، دولة القانون. فانت طوال الوقت المأخوذ على محمد مرسي انه لم يعتمد الشرعية الثورية، ولما يجي يطبق الشرعية الثورية يقفوا في وجهه ويقولوا دولة القانون. انت طوال الوقت انت مع ناس بتقول اي كلام وناس بتتحدث باي حديث، وهم يتحدثون من قبل على انه امريكا مع محمد مرسي والامريكان كانوا بيحموه كما لو كان، وانه بعضهم قال انه ما جرى يوم 3 يوليو كان كاشف على انه مصر خرجت من الهيمنة، من اطار الهيمنة الامريكية، كما لو كان انقلابهم جاء على غير الإرادة الأمريكية. لكن عندما يقف الأمريكان هذا الموقف الواضح والسافر هم يحتمون بهم ويصفقون لهم ويتعاملون كأنهم لم يقولوا شيئا من قبل. لكن في نهاية الأمر لنا أن نعلم أيضا، يعني عشان خاطر حتى لا يبتهجوا كثيرا بهذا الموقف، لنا أن نعلم أنه يوم 25 يناير مساء بتوقيت القاهرة المغرب
بتوقيت القاهره وقفت هيلاري كلينتون وقالت انه النظام في مصر قائم ومستمر. هذا كلام كان واضحا جدا، لكن ولو وقفنا عند هذا الكلام يوم 28 يناير كان الطوفان البشري في كل مكان، واللي حصل انه الثوره المصريه ترتفع مدها، يخرج اوباما ويقول انه مع الشباب المصري. الثوره المصريه تبدو انها تنحسر، يطلع هيلاري كلينتون تقول انها مع مبارك. فعايز اقول لك لا امريكا تقدر تثبت حاكم لا يريده شعبه، ولا امريكا تقدر تفرض علينا اي احد. وامريكا كانت مع شاه ايران وسقط شاه ايران، وامريكا كانت مع برويز مشرف وسقط برويز مشرف، وامريكا يعني الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع ان تحمي نظاما خرجت الجماهير من اجل اسقاطه. ونحن لدينا الان ليس لدينا نظاما حقيقه الامر، احنا لدينا ناس اغتصبوا السلطه، اغتصبوا هذه السلطه بالمخالفه لكل القوانين، اسقطوا اراده الشعب المصري وخرجوا وعملوا فرح يوم 30 وتوجوا هذا الفرح فرح. يعني انت عمرك في حياتك شفت ثوره تخرج؟ هم بيقولوا 30 يونيو ده ثوره، هل رايت ثوره ليس فيها جريحا وليس فيها ميتا وليس فيها مصاب وليس فيها اي احد؟ ثورتهم كده، ثورتهم لا حد اتجرح ولا حد اتعور ولا حد مات ولا حد طلع ولا حد شهيد ولا حد اتصاب ولا حد ضرب ولا حد اتضرب. ماشي، دي ثوره، دي 6 ساعات تنتج هذا العمل. هو كل هذا طيب أستاذ سليم، كان امرا يراد، لكن في نهايه الامر هناك لديك ثوره في الشارع المصري. نعود الى يعني الى مشهد المظاهرات في الشارع. يعني المراقبون والمحللون لمشهد التظاهرات يقولون انه في تراجع عدد قوات الامن والاكمنه، بما يؤشر الى ان قوات الامن في شكل جديد للاداء بتسمح للمتظاهرين ان هم يمروا في شوارع لم تكن تسمح بها من قبل. هذا هناك من يصف هذا بأنه ثقة متزايدة للسلطة الحاكمة وقوات الأمن أنها سيطرت على الموقف وأنه لم يعد يهمها إذا كانت الأعداد في تزايد أم لا. أيضا بيؤشر إلى أن في مسار مختلف من الممكن أن يكون خطوة على طريق المسار الديمقراطي، أن قوات الأمن بدأت ترجع وراء والجيش بدأ أعداده تقل، وفي فتح الميدان التحرير بالأمس حتى مع الإعلانات التي يعني تنشر على مواقع الفيسبوك، وهذه أصوات التحذير والنذير من يوم 6 من أكتوبر، ويوم 6 من أكتوبر سيكون محاكمة السيسي، وأنه سيكون يوم يشهد يعني إنهاء هذا الانقلاب. تم التعامل بالأمس في كثير من المواطن والمناطق والأحياء والمدن والمراكز بأن هذه المظاهرات عشان كده زادت شوية. لا شوف، هي المظاهرات خرجت يعني مش عشان كده، يعني هو احنا لم يكن لدينا او لا اظن ان الناس كان لديها علم بان احدا لن يتعرض لها، فلاجل هذا خرجت. هذا كلام يعني ليس صحيحا، انه الناس كانت تستشعر انه ما حدش لو كانت لديه هذه الثقه لاعاد الجيش الى سكناته، لو كانت لديه هذه الثقه لفتح الميادين وتركها. يا اخي انت عندك عشرات ولا مئات جرى لهم انحصار، ماشي، انت قافل الميادين وحط ايديك على كتف على هو فتح ميدان التحرير الان قصه فتحه وقفله، هو فتحه قبل كده يعني من اسبوع، فتحه برضه يوم كده وراح قفله تاني. هي قصه فتحه وقفل ميدان التحرير، هو بيجرب، اولا بيجرب نفسه، ثانيا عايز يعمل حدوته ثانيه، عايز يحول ميدان التحرير الى مهرجان تأييدا له يوم 6 اكتوبر. يعني فبالتالي هو بيجرب حظه مع نفسه في سكه يتفتح، لا هيتقفل، لا هيفتح هيتقفل، وبعدين يدعو انصاره من اجل، فيقول لك انا هذه الناس كلها خرجت يوم 6 اكتوبر لكي تؤيدني، ثم يغلقه بعد ذلك. القصه ان لو كان لديهم ثقه في النفس، وما اظن ان لديهم ثقه في النفس، لسمحوا بالميادين. يلغي حاله الطوارئ يا اخي، يلغي حاله الطوارئ وينتهي هذا الامر. لماذا انت تطبق قانون الطوارئ اذا كانت الحالات التي قلت انها حالات ارهاب لم تنجح